في هذا الفيديو راح نرجع للعبة ماينكرافت بعد غياب دام ل10 أشهر، فلا تنسى تحط لايك وتشترك في القناة وتتابع الفيديو للنهاية لتستمتع بأحلى تجربة. مرحبا بكم من جديد في قناتي. لقد عدت إليكم بعد غياب دام 10 أشهر كاملة، وقررت أن أبدأ من جديد في عالم مختلف تماما في ماينكرافت. عالما جديد يعني بداية جديدة، وهذا ما جعلني أبدأ أول مشروع فيه، بناء منزل كبير ومميز. هذا البيت يتكون من 4 طوابق، وصممته بطريقة بسيطة لكن منظمة حتى يكون قاعدة قوية لكل ما سأقوم به في المستقبل. في الطابق الأرضي يوجد المدخل الرئيسي للمنزل، وهو مدخل واسع يؤدي مباشرة إلى درج في المنتصف يصعد إلى الأعلى. وعلى جانب المدخل توجد غرفتان، واحدة على اليمين وأخرى على اليسار، كلتاهما فارغتان حاليا، لكنني أخطط لتحويلهما لاحقا إلى أماكن للزينة أو التخزين أو حتى ورش عمل صغيرة. أما في الطابق الثاني فقد كررت نفس التصميم تقريبا، ولكن هذه المرة خصصت الغرفة الموجودة على اليمين لتكون غرفتي الخاصة. وضعت فيها بعض الأساسيات مثل السرير والطاولات والنوافذ التي تطل على الجهة الأمامية للمنزل، وحاولت أن أضفي عليها لمسة شخصية بسيطة. نصل الآن إلى الطابق الثالث، وهو مخصص للتخزين. أنشأت فيه غرفة مخزن كبيرة، وضعت فيها صناديق موزعة بشكل منظم. أما الطابق الرابع فهو الأعلى، وقد بنيته بشكل كامل من الخارج، لكن لم أقم بتأثيثه بعد. هذا الطابق يحتوي على بعض الفتحات الصغيرة للتهوية، لكنه لا يحتوي على نوافذ كثيرة مثل بقية الطوابق. أفكر في أن أخصصه مستقبلا ليكون مكتبة أو حتى مقرا سري خاص بالمخططات القادمة. أعلم أن بعضكم سيتساءل لماذا لم أصور مراحل البناء، والإجابة ببساطة هي أنني كنت متحمسا جدا، وبدأت بالبناء مباشرة دون أن أضغط زر التسجيل. لكن أعدكم أنني في الحلقات القادمة سأوثق كل شيء خطوة بخطوة، وأشارك معكم كل مراحل التطوير. الآن جاء دوركم أنتم. اكتبوا لي في التعليقات ماذا تحبون أن أفعل في الحلقات القادمة. هل أبدأ سلسلة بقاء؟ هل أقوم بتحديات بناء؟ أم أبدأ مغامرات في الكهوف واستكشاف المناطق النادرة؟ كل تفاعل منكم يساعدني على الاستمرار وتقديم الأفضل. لا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والقادم سيكون أقوى بإذن الله.